الله قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يعني الآيات يمكن تغني عن الشيخ يقرأ. قد كان لسبأ في مسكنهم جنتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لعبرة وعظة لكل من صبار شكور. يعني الصبار الشكور الصابر على طاعته هو الذي يتعظ، أما غيره فلا تمر عليه الآيات والوعد والوعيد والتخويف والتهديد فلا ينزجر، دائما في المعاصي والذنوب. يا أخي يسمع القرآن يوميا عن قصص موسى وفرعون وقصص الأمم السابقة وماذا فعل الله بهم لما عاندوا واستكبروا أعرضوا، لكنه لا يحرك ساكن، قلبه من كثر المعاصي والذنوب قاسي. الله قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب القاسي الذي لا يلين ولا يتعظ له ويل والعياذ بالله، بل ربما يختم الله له بخاتمة سيئة بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه. لذلك يعني أذكر لكم هذه الأبيات التي والله عظة لكل من أذنب ولكل من عصى الله ولكل من تجرع على محارم الله وحدوده. أقول له أخي الحبيب أختي المسلمة عد إلى الله، بابه مفتوح، باب التوبة مفتوح إلى أن تصل الروح الحلقوم. فقبل أن تغرغر عد إلى الله، تب إليه. أخي الشاب يا من لا تصلي واظب على الصلاة، صلي حتى تكون هناك الصلة بينك وبين الله. يا من تعصي الله بنظرة محرمة بسماع محرم بكلام محرم عد إلى الله. يا من تعق والداك ولا تبرهما تعصيهما عد إلى الله، بر والجنة تحت أقدام الأمهات. فأقول أخي الحبيب عود، اترك الذنوب، والله ما ابتلي أحد بالذنوب إلا والعياذ بالله قسى قلبه وبعد عن صراط الله المستقيم. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب. تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد أما أنت من بعد السلامة تعطب. أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب.
أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير وأكف يتصبب وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد بخروا منشورهن وطيبوا وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثان طيهن وعصبوا وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه فهادم لذات الفتى سوف يقرب وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب. نسأل الله أن يذهب ذنوبنا اللهم آمين ويغفر لنا ويتجاوز عنا جميعا. جميع المشاهدين. نعم.